حسن. القاعات سهلة، الترحيل سهل، المطلوب هو وجودكم وسط الأهل مكان التغيير الحقيقي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الملتقى الذي يشكل علامة كبيرة لكل ذي بصر وعين، لكل ذي بصر وبصيرة، إلى أين تتجه الأجيال. الذين يكبون على وجوههم وينظرون تحت الأقدام، الذين يغلقون آذانهم فيصمونها صما ويغمضون الأعين، نقول لهم بهذا الصوت الجهير: افتحوا عيونكم، فكوا الصمم عن آذانكم، وانظروا إلى هذه الدنيا ماذا يجري فيها. الذي يدل عليه هذا الحشد هو أن حراكا كبيرا قد جرى في هذه المنطقة، وأن تغييرا كبيرا موعودة به هذه المنطقة، فلا مجال للسير الأعمى خلف الولاءات، ولا مجال لمنع العقل من النظر إلى الدنيا من حول الإنسان. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، هؤلاء هم أهلكم أيضا، قد جاءوا ليشهدوا هذه المناسبة. سمعوا بأن هنالك حشدا طلابيا فتوافدوا من كل مكان، وأرى الأوجه من النقع والمصورات إلى المسكتاب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه مناسبة جديدة عليهم، يسمعون بالطلاب ويسمعون بعمل الطلاب، وقد يرون منشطا من مناشط الطلاب في العطلات، لكنهم لم يروا مثل هذا الحشد. هذا الحشد فيه دلالات كثيرة. يا أهل الطلاب والطالبات، أبناؤكم هؤلاء في حرز الإسلام وفي حرز الإنقاذ. تكبير، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تهليل، لا إله إلا الله، تهليل، لا إله إلا الله، تهليل، لا إله إلا الله. أبناؤكم وبناتكم من الطلبة والطالبات في أمان الله بمنهج الإنقاذ، منهج الاستعلاء بدين الله سبحانه وتعالى، ومنهج العزة بدين الله سبحانه وتعالى، ومنهج التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لن تجدوا ابنا من أبنائكم ينتمي إلى هذه المنطقة مرة أخرى، ولا بنتا من بناتكم الطالبات. ها هم اليوم يعودون كما يعودون في كل مرة، يقولون لكم: نحن أبناؤكم وبناتكم، جئناكم عائدين لنشارك في التغيير في هذه المنطقة. الله أكبر، وإلا فلا معنى للعلم، ولا معنى للحياة الطالبية، ولا معنى للجامعات إن كانت تخرج أغرارا يتبعون تبعية عمياء. هؤلاء الذين اتقدت أذهانهم بالعلم